السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يغلق، يفتح الآن ملف التقييم، المحاسبة، التغيير والبحث عن التحسين. المفروض في بلاد تحترم نفسها أن دائما بعد كل بطولة سواء إيجابية أو سلبية هناك تقييم. احنا شنو التقييم نتاعنا؟ أننا نرميو الكرة على المدرب، وكان المدرب جاء في اوبر وحده وخذا المنتخب، لأن ما شفتش أنا إنسان الاتحاد أو قدم استقالته قال فشلنا. ومش حرام الفشل، ممكن تجتهد وتفشل في الاخر تفشل، لكن المشكله ان نرميو الكره على المدرب ومن بعد نرميو الكره على غيره من بعد شنو باش تحسن؟ لازم بطبيعه الحال انا نقول راهو الليدرشيب هام جدا، المسؤول اللي يحكم هام جدا. لماذا؟ لان كي يكون قوي باش يجيب ناس نظاف وناس يخدموا. كيف رئيس الجامعه يحكم وحده وفي ناس مساندته، والقوة أنا في صحافة مساندته في وقت ما، وفي ناس مساندينه. ها وين وصلنا؟ وأنا قلتها 2014 راهو الكورة نتاعنا باش تمشي للحاضي من 2014. راهي الكورة نتاعنا أوكي اليوم خسرنا وخرجنا من الدوري الأول. مين باش يقيم ساعة؟ مين؟ أعطيني مين باش يقيم؟ الاتحاد باش يقيم؟ عمره ما قيموا. خرجنا 94 وخرجنا في عديد المناسبات وخسرنا ومشاكل ومهازل، ما ثماش شكون يقيم. ولهذا لازم تغيير، لازم حان التغيير. وقتاش باش نغيروا؟ حتى تطيح علينا الدار، حتى تطيح علينا، لازم نغيروا، لازم افكار جديده. يا اخي اللي ياخذ مكان لازم مسمار شحاح هو يبقى 15 و20 سنه. اليوم نسمع في المسؤولين بعد ماتش ناميبيا انه اعطاو فرصه للمدرب يعطي فرصه لكم انتم زاد. يا اخي جا المدرب وانتم جبتوه، تحملوا مسؤوليتكم وقولوا فشلنا ونمشيو على ريحتكم، بارك الله فيكم، ونغيروا، نجيب ناس جدد، ونجيب افكار جديده، ونجيبوا اراء جديده، ونجيبوا ناس عندهم الشجاعه باش يغيروا. ما نخافش من فلان وفلان، ما نخافش من الجمعيه هذه. غيروا قوانين نتاعنا، نشوفوا مع الوزاره مع الدوله نحاولوا انه نحسنوا الملاعب نتاعنا، نعطيو امكانيات اكثر للفرق نتاعنا. اليوم الفرق تعاني، ما عادش باش تلقى اليوم فرق كبيره ما لقاتش رئيس نادي، ما تلقاتش. اليوم الفئات الشبابيه في المنتخبات ديما تخرج بالدوري الاول، ما عندناش. اليوم المراكز ما ثماش مراكز تكوين. اليوم الانتقالات معناتها عشوائيه وفوضى، الكره نتاعنا فوضى. مين معناتها الفوضى هذه باش انه نجيبوا ناس ونحاولوا نجلسوا ونحاولوا نقعدوا. انا نتمنى لي بلاتو اليوم ما عادش يحكيوا على المباراه هذه، ما نحكيش عليها المباراه هذه، لان المنتخب تكون بفوضى، لا مدرب كبير ولا لاعبين كبار ولا كل شيء. حتى في الاختيارات ديما تلقى مشاكل. نتعداو نمشيو كيفاش نمشيو؟ ما نغيروش المدرب ونوقفوا، نقولوا نجيبوا مدرب نحن بالزرتي نجيبوا فلان وفلان ومن بعد حتى من المدرب ما يقدر. اليوم المشكله ان الكوره والرياضه بصفه عامه تراجع كبير، حتى اللي باش يدخل يخاف. يعني لازم ثوره كبيره في الرياضه نتاعنا، وثوره هذا كان الرجال ما تقدرش هذه مرتعشه ما تقدرش تعمل ثوره. كان الرجال اللي ما يخافوش، اللي ما عندوش مصالح، لا مصالح تاع مسؤوليه لا مصالح ماديه. والقوي يجيب القوي، والضعيف يجيب الضعيف، والنظيف يجيب النظيف، والفاسد يجيب الفاسد. هذه معروفه. شوف المنتخب نتاعنا، حتى تشوف التسيير. والله ما نحبش نحكي على الاتحاد، خاطر انا قلت رايي في الاتحاد وقت اللي كان عندي راي، قلت راي، لكن اليوم تخطيت الاتحاد، اقوى من الاتحاد واقوى من الوزاره واقوى من كل شيء. اليوم ماذا بينا الناس كل تجتمع مع بعضها والناس تعطي اراء ونحاول نحسنوا، لكن باراده. اذا ما ثماش اراده تغيير. طيب مضطر اخرج الى فاصل كابتن طارق، ثم نعود نتحدث اكثر عن
ما حدث للمنتخب التونسي خلال هذه الدورة من 3 مباريات والخروج من دور المجموعات مع حاتم طرابلسي وطارق ذي. لحظات أيضا ونشاهد عبر بين سبورتس مواجهة زامبيا المغرب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات عن المجموعة السادسة. نعود لأجواء مواجهة جنوب أفريقيا تونس، وفي هذه الأثناء نذهب إلى موفد قنوات بين سبورتس نافع بن عاشور، ويبدو لي معه في هذه اللحظات جلال القادري. نافع تفضل لك الكلمة. شكرا لك، مرحبا بكم من جديد إلى هنا ملعب أمادو غون كوليبالي في كوروغو. طبعا نهاية حزينة لمشاركة بنقطتين، مشاركة نعتبرها متواضعة. المنتخب التونسي لم يحقق الهدف المنشود وهو التأهل أو الهدف المرسوم إلى جانب الكابتن جلال القادري. الهدف مرسوم قبل المشاركة، الذهاب بعيدا ولا أقل شيء المربع الذهبي. اليوم المنتخب التونسي كوتش يخرج بطريقة مخيبة منذ الدور الأول. قدر الله ما شاء فعل. الهدف نتاعنا كان واضح من بداية الدورة، كانت عندنا إيمان بالمجموعة اللي قادرين نعملوا نتيجة أفضل من هذه إيجابية، نمشيو لأبعد نقطة. أقل شيء في أهدافنا كونوا نوصلوا لدور نصف النهائي، ما كناش موافقين رغم تحضيراتنا كانت في أفضل الظروف، تحملوا مسؤوليتنا كاملة. اليوم يظهر لي المباراة كما شفناها كنا قادرين باش نحطوا الفارق خاصة في الشوط الأول. حاولنا نشطوا الهجوم بأقصى ما يمكن من عدد من اللاعبين، خلقنا تفوق عددي على الأروقة على اليمين على اليسار، ما كناش موافقين. مرة أخرى من الناحية الهجومية بقدر ما معناتها كي تملك أنت اللعب ولا البوزيسيون ما تعنيش بالضرورة التجسيم. ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الضغط اللي كان مسلط علينا بالأقصى درجة. طيب كوتش خلينا نفعل معاك، صحيح الاستحواذ اليوم أفضل وامتلاك الكرة أفضل، لكن ما شفناش فرص سانحة يعني، وهذا في مباراة حاسمة، في مباراة كاس، في مباراة مصيرية يعني، باستثناء كرة الجويني الأخيرة بالراس ما شفناش يعني كرة تهديد وفرصة هدف واضحة. كانوا يمكن ما نوافقكش برشا نافع، كانوا ثم على الاقل 3 فرص في الشوط الاول كانوا واضحين، الرفعه نتاع كشريده نتاع رفيعه ما وصلوش صحيح. مره اخرى ناكدوا لي من الناحيه الهجوميه كانت عندنا بعض المشاكل في 30 متر الاخيره وين لازمنا نكونوا اكثر سرعه اكثر فاعليه، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع المقابله. لكن خلينا نكونوا واضحين، مشاركتنا هذه خاصه بدايه الدوره، المباراة الأولى خلات أثر كبير على الجانب الذهني والجانب المعنوي للمجموعة كل. ما كانش من المفروض أن ننهزموا في المباراة هذه، حاولنا نردوا الفعل. مباراة مالي كنا أفضل، اليوم كيف كنا أفضل، لكن الجانب الهجومي ما كناش ناجعين. طيب الجانب الهجومي كناش ناجعين، لكن كنت تحدثت معك وسألتك السؤال هذا في تونس لما الإعلان عن القائمة جلال، وفي المباراة الأولى منتخب تونس من مباراة مصر الودية وما تلاها نوع ثاني، يعني هذا المنتخب اللي تشتغل معه منذ سنتين، يعني كوريا اليابان الوديات، ساو تومي ثم مالاوي ثم المباريات الودية قبل كأس العالم، وكأنه في نسق تنازلي وما قدرش يلقى نفسه المنتخب في 7 مباريات على التوالي. كونه دخلنا في مرحلة صعيبة أكيد نوافقك، لكن مش بالطريقة هذه. احنا في نهاية الأمر في نوفمبر قمنا ب2 انتصارات في تصفية كأس العالم واحنا متصدرين المجموعة تاعنا. شوف راهو نحكيو على الطريقة في الأفريق، أنت تشوف معنا اليوم صحيح نتحملوا مسؤوليتنا كيف ما قلت لك، نعاودها لك مرة أخرى. ما لقيناش الثوابت نتاعنا من الناحية الهجومية خاصة في السرعة. زاد الجانب المهاري في الفترة هذه نقص لبعض اللاعبين على خاطر الطون جو نتاعهم، ونعاود نأكدها راهو الفريشور نتاع اللاعبين وقت اللعب في النوادي نتاعهم كان عائق كبير بالنسبة لنا. احنا حاولنا نجهزوا المجموعة، ما نحبش نكون قاسم على اللاعبين نتاعي على خاطر كل حد فيهم حاول يعطي أكثر ما يمكن من الموقع نتاعو، ما كناش موافقين نتحملوا مسؤوليتنا. سؤال أخير جلال، مستقبلك مع المنتخب التونسي، نعرفك تحلى بالشجاعة بعد كأس العالم والفوز على بطل العالم والخروج ب4 نقاط، قدمت استقالتك ورفضها هذاك المكتب الجامعي، اليوم بعد عدم تحقيق الهدف المنشود قرارك جلال؟ واضح قراري، عندي عقد أهداف مع المنتخب، إذا ما نوصلوش للنصف النهائي باش ينتهي العقد هذا وعادي جدا. المهم الإنسان يكون راضي على الفترة اللي قدمها، اجتهدنا أكثر ما نجموا نقدموا للمنتخب هذا. المجموعة كانت مثابرة، المجموعة حاولت تمشي لقدام، حبينا نفرحوا الشعب التونسي، ما توفقناش عادي جدا، معناتها باش نتحملوا مسؤوليتنا. آخر مباراة مع المنتخب التونسي جلال، نتمنى لك التوفيق، هذا هو قرارك؟ هذا قراري وهذا عقدي.
ان شاء الله كل التوفيق في قادم الاستحقاقات. بارك الله فيك جلال. شكرا نافع. وهارد لك طبعا للمنتخب التونسي. يبدو لي حسب ما خص به موفد قنوات بين سبورتس نافع بن عاشور، جلال القادري يقدم الاستقالة بشكل غير مباشر على كل. سيتم تأكيد هذا في اللحظات المقبلة فيما يخص مستقبل الكرة التونسية. حاتم حسب تصريحات جلال القادري، حسب ما تفضل به الكابتن طارق ذياب قبل الفاصل، يبدو أن الإخفاق والأخطاء هي أخطاء بشر، هو خطأ وإخفاق مسؤول عاجز في تونس عن إنتاج أفكار ناجحة، أفكار صبورة لصالح الكرة التونسية. هو اولا ما وصل به المنتخب التونسي اكيد نتاج لعمل سنوات التي كان يترأسها السيد وديع الجريد، فاكيد المشاكل لماذا وصلت الكره التونسيه الى المستوى الذي نحن عليه الان. لكن في الاخير معنا ردا على ما قال السيد جلال القادري مدرب المنتخب، الكره نتاج، كرة القدم هي نتاج، واليوم هو مقتنع بذلك، هو يعلم جيدا انه لما لا يحقق نتائج ويدرب منتخب لديه تاريخ اكيد انه استتم يا اما اقالته يا اما انه هو يقدم الاستقاله. وهذا انا اعتقد انه مدرب اجتهد ولم يصب في بعض الاحيان على المستوى التشكيل وعلى مستوى اختيارات بعض اللاعبين، او بعض الاحيان يتاخر على مستوى التغييرات، وهذا وارد. لكن عوده الى نجاحات المنتخب التونسي، نحن في بعد فشل 94 تم تعيين السيد كاسبر زاك في الوقت الذي بعد الفشل، كان منح الحريه للعمل وعمل بشكل جيد، وكان تنافس كبير، وحقق تونس نجاحات وعادت الى كاس العالم من بعد غياب 20 و 25 سنه، ثم حقق نهائي في جنوب افريقيا في امام جنوب افريقيا وخسرنا المباراه النهائيه. فاليوم اذا اردنا النجاح لابد من اختيار مدرسه قادره ان نتعامل معها بشكل جيد والابتعاد عن التأويلات. أنا اليوم إذا أردت مع كل احترامي وأنا كل احترام سيد جلال القادري، أنا نتكلموا لاحد، أنت المدربين الكل يدربوا في أفريقيا $200,000 تسمع في الشهر و150,000، وإحنا مدربنا ياخذ 11,000 يورو، يعني مقارب 30,000. معناها أنت ماذا وفرت للمدرب وماذا أعطيت للمدرب على المستوى كإمكانياته وكراته وكذا، ثم تحاسبه كما تحاسب مدرب الجزائر أو مدرب المغرب أو مدرب مصر أو مدرب. لا، أنا ضد هذه الفكرة. لكن مع هذا هو يعلم وانا احترم فيه انه قام بالتصريح وكان هدف في تصريح، تحلى بالشجاعه الادبيه، ولم يكن بنوع من عين رده فعل، بالرغم من حمله التنمر التي كانت عليه هذا المدرب. ونحن اكيد نختلف معه على مستوى الامور الفنيه، ونحمل مسؤوليته كذلك، نحمل مسؤوليه خروج المنتخب التونسي لانه هو الاطار الفني، لكن بدون ان ندخل في امور شخصيه. واكيد انه يعرف هو اليوم سيغادر المنتخب، لكن كذلك احنا عندنا بعض الاسماء اللي قادرين اليوم ان نبني عليها لمستقبل المنتخب. لما ناتي اليوم العيدوني، لما نتكلم على صغير، نتكلم على الطالب مريح وان كان كذا، نتكلم على بن سعيد موجود، حارس نادي الصفاقسي سابقا دحمان، وكذلك حارس الترجي من ميش اليوم، وحارس النادي الافريقي اليوم معز حسن، لكن موجود حارس الترجي من ميش، حارس صغير في السن يمكن سيكون له مستقبل. احنا نتكلم كهذا في حراسه المرمى، يعني موجود في حراسه المرمى كظهير ايمن، موجود كشير الصغير، موجود ظهير ايمن النادي الافريقي الزعلوني ظهير ايمن جيد وعنده امكانيات وقادر ان يكون في المستقبل كتنافس على المستوى. فقط المركز الوحيد الذي نعاني فيه هو راس الحربه. اتمنى ان نجد راس حربه في المستقبل. على كل وصلنا لنهايه هذا الاستوديو. يعطيك الصحه كابتن طارق ذياب، بارك الله فيك. شكرا كابتن حاتم الفربزي. والله يرحمه. نعم، إن لله وإنا إليه راجعون. بما أنك ذكرت هذا الموضوع كابتن طارق، كان برافو عليك، مستحيل لابد أن أقول شيء، أن نعمل في قنوات بين سبورتس بكل احترافية ومهنية، لأني أؤمن بأن من حق المشاهد والمتابع لقنوات بين سبورتس أن يقدم له منتوج إعلامي عالي الجودة كما اعتاد. لكن في النهاية نحن لسنا إلا مجرد بشر، وأنا لست إلا مجرد إنسان ممزوج بمشاعر وأحاسيس. وقد تلقيت خبر ونبأ وفاة ابن أختي يوسف قبل انطلاق استوديو تونس بدقائق معدودة، لذلك وجب التنويه، لأني أشعر بأن مدين لحضراتكم مشاهدينا الكرام بالاعتذار لو بذر مني أي تقصير خلال تقديم هذا الاستوديو. شكرا جزيلا حاتم، شكرا للكابتن طارق ذياب. لحظات وتلتقون بالزميل الأمين السبتي ومباراة زامبيا المغرب. التوفيق، كل التوفيق للمغرب.